هايل يا جانيت، ايه الفن ده كله؟ مبروك يا بابي، عقبال كل سنة. مبروك يا بابا، عقبال 100 سنة يا رب. خليهم 1000 عشان خاطري. ربنا قادر يخليهم 1000. وحصل فعلا ايام نوح كانت الناس بتعيش بال1000 سنة. شوف. متشكر قوي. على مهلكم يا جماعة، انتم بتدعوا لي ولا بتدعوا عليا؟ لا، احنا بندعي للبلد يا احمد بيه. ده كل يوم زيادة في عمرك معناها مكسب للبلد، معناها تعمير، معناها انشاء وكباري وطرق وعمارات سكنية ومشاريع امن غذائي. انت ثروة وطنية يا احمد بيه، ثروة وطنية. امال ايه؟ الله يخليك. ما تنزلش على التورته كده يا اخي، ايه التفاصيل دي؟ انت ناسي اوامر الدكتور؟ يا سيدي خليه يخبص له يوم. الحمد لله ان خبزنا في التورته بس احسن ما نخبص في بعض. بعض دول مين بقى يا احمد بيه؟ اللي عارفين نفسهم والعارف لا يعرف. ايه دي؟ الغاز دي ولا ايه؟ يلا يا بابي، يلا يا مامي، تعالوا نطفي الشمع. يلا خلينا كلنا نرقص. ايه واحنا هنقعد كده نقاد ولا ايه؟ ما يلا بينا نرقص. ما تقوم يا استاذ مطر. لا يا سيدي، انا متعهد الحفله. ايه مالك؟ تعبت. وازاي عوايدك؟ في حاجه مضايقاكي؟ كل حاجة مضايقاني، حاسة ان كل شيء مش طبيعي. تصور اني عاوز اعيط. معلش. في الهند وباء، وفي اليابان زلزال، وفي الصين أعاصير، وفي اليمن جفاف والزرع بيموت من العطش، وفي السودان سيول والزرع بيموت من الشرب، وفي الصومال مجاعة والكل بيموت من الجوع. واحنا هنا في الأوضة دي بنشرب 10 أنواع مياه غازية ومعدنية ومشاريب، و10 أنواع جبن ولحم وفراخ وسمك، و10 أنواع جاتوه وتورت وساندوتش وتوست، وناكل لقمة ونرمي 10. ما تزعلش يا احمد بيه، احنا كمان هنموت بالتخمة زي ما الزرع بيموت من الشرب، يعني الحال من بعضه. في أمريكا بيرموا القمح في البحر عشان يرفعوا سعره، وفي العراق وإيران بيفجروا خزانات البترول مورد ثروتهم الوحيدة، وفي الشرق والغرب يصرفوا المليارات على السلاح ويشتكوا من الفقر. ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه الجنون. رجاله مجانين يا احمد بيه. والستات اكتر، مصانع الروج والكريمات والبودرة والمانيكير ميزانيتها اكبر من ميزانية جميع رحلات الفضاء. ما هم بيطلعونا في الفضاء فعلا. لمنطقة انعدام الوزن وحياتك. ايوه، انعدام الوزن وانعدام العقل وانعدام الاخلاق وانعدام الضمير. اخواني، انا اعلن اني اليوم في عيد ميلادي ال45 راجل مجنون. انا المقاول الناجح المليونير، راجل مجنون عايش في عالم مجنون منحط سافل، وانا كمان راجل منحط سافل، وانتم ناس سفلة. كلكم سفلة، اوغاد، مجرمين. الله ايه ده ايه ده يا احمد بيه؟ انت شربت ولا ايه؟ انت سكرت؟ انا فقت، انا صحيت، فتحت. يا أردت تصلب الشرايين. أنا قلت له 1000 مرة ما ياكلش كتير. بعد ما أكلت وشبعت بتقول الكلام ده؟
زي عوايدك يا احمد، دايما بتفوق بعد فوات الاوان. صحيح، لكن احسن من اللي ياكل ويشبع وينام، احسن من اللي يسوق في الغلط ولا يفوق، احسن من اللي بينام وينوم كل الناس ويتخدر ويخدر كل الناس. ايه انت ناوي تخطب في الجامع اللي جنبنا ولا ايه؟ لا انا ناوي اخطب في جامع نفسي الاول، ناوي اقف على منبر حياتي الخربانه وازعق في ودني انا، واندب نجاحي اللي كان عين الفشل، وسعودي اللي كان عين السقوط. سيداتي ساداتي، انا اعترف اني بهيم، كنت دايما بهيم وانتم كلكم بهايم، مواشي بقر. الله يكرمك. احنا مزرعه عجول نموذجيه، بقر فرزيان، لكن ما بيجيبش لبن، وانما بيجيب سم زي اللي بيتعمل منه صناديق النستو الفاسده. ايه يا بابي؟ ايه يا بابي مالك؟ بابي بيحب يجدد يا دينا، بابي دايما اوريجينال في كل حاجة. فعلا عيد ميلاد اورجينال. اي والله القعدة كانت هتبقى مملة قوي، انت عملت سكسيه. برافو يا احمد، انت عملت جو. طبعا اخوانا عايزين حد يسجل الكلام ده. دي حفلة تتذاع على الهوا زي ما هي. عجيبة يا اخوانا، الكلام الجد بقى يضحك، والكلام الهلس هو اللي الناس بتاخده جد ويعملوه دستور لحياتهم. بقول لكم ايه، تيجي نتكلم في الكورة، تيجي نخمس، تيجي نلعب كارت. تعرفوا يا جماعة، انا قررت ادخل مستشفى المجانين بكرة، يمكن الاقي هناك حد يفهمني. بابي ايه الكلام ده؟ انت بتخوفني. ما تخافيش يا بنتي يا حبيبتي، الحكاية اني مش هقدر اعيش بقية عمري بهيم. انت بتتكلم جد؟ شوف ازاي بنتي متصورة اني بهزر، وكلكم بتبصوا على اني بهزر. جانيت قولي لهم حاجة. اقول لهم ايه؟ قولي لهم حاجة بالمزيكا يمكن يفهموا. ما عندكيش مزيكا تهز المخ بدل ما تهز الوسط؟ الموسيقى اللي انت طالبها دي تعوز 1000 عازف، تعوز اوركسترا. ابدا، تعوز ودان، وهم ما عندهمش ودان انما عندهم سنان. اخواني المواشي، اخواني البهايم، اخواني البقر، كلوا جاتكم البلا، ادفعوا بالسم الهاري في احتفال ال45 من حياة راجل فاشل سافل منحط، وتصبحوا على جنون وسفالة اكتر واكتر.